طاقة الشريك ورسالة من قلبه النهاردة. تعالي نشوف الشريك هيقولك ايه. حط شخص في بالك ان كنتوا مع بعض او حتى مبتعدين، زوج او خطيب او لسه شريك اعجاب فقط. حط شخص في بالك وتعالي شوفي الرسالة النهاردة بتقولك ايه. لقد انحرفت عن الطريق، أنت لا تزال تأخذ أنفاسي بعيد. أتذكر رائحتك أحيانا. طاقة الشريك النهاردة اللي فتحنا عليها بتقول كالآتي: إن الشخص دوت لسه بيفكر فيكي ولسه عنده مشاعر قوية جدا 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 ليكي. الشريك لسه بيحس ان انت بتاخدي روحه او حتى واخدة حتة منه. لسه بيفتكر حتى ريحتك، يعني بيتذكر الريحة وبيتذكر المكان اللي انتوا كنتوا فيه. لقد انحرفت عن الطريق الآن. فالشخص دوت حس ان هو تايه وهو بعيد عنك. طاقة الشريك اللي نزلت لينا النهاردة، الشريك دوت بيحب بصدق جدا، حاسس ان هو مغرم بيكي، لسه بيفكر فيكي ولسه محتاج ان انتوا تبدأوا حاجة مع بعض. الشريك هنا بيقول ان هو عنده استعداد ان هو يرجع تاني ليكي. طاقة النهاردة اللي ظاهرة معايا واللي انا حاسة بيها دلوقتي لو انت بتشوفيني، ان الشريك اللي انت حطيتيه في بالك دلوقتي مغرم وبيحب بصدق ومحتاج فرصة تانية معاكي، او حتى لو لسه ما بدأتوش كلام فهو محتاج ان انت تعملي اي اشارة توضح ان هو تعالى واتكلم وافتح معايا طريق جديد. الشريك بيفتكر كل حاجة، حتى ملامحك، حتى ريحتك لسه عنده. طاقة النهاردة بتقول ان الشريك مستعد ان هو يكون معاكي لآخر العمر. طاقة الشريك ده بيحب. لو انت فتحتي على شريك هو فعلا معاكي، فانا بأكدلك ان الطاقة النهاردة بتقول في حب قوي جدا بينك وما بين الشريك، هيفضل على طول مستمر. ان الشريك دوت من غيرك بيتوه وما بيكونش على احسن حالاته او احسن وضع ليه، وان الشريك دوت بيفتكر ريحتك طول الوقت او بيفتكر الحاجة اللي كانت بينك وبينه طول الوقت، بيتذكر كل الامور بينك وبينه. النهاردة هتستقبلي الطاقة الروحانية اللي احنا فتحنا بيها الرسالة وفتحنا بيها لطاقة الشريك، وهتكتبي في الكومنتات استقبل الرسالة بكل حب عشان اتأكد ان الرسالة دي ليكي. طاقة الشريك اللي نزلت النهاردة ليه قراية مخصوص، هقولك فيها مشاعر الشريك وهقولك فيها كمان ازاي تحافظي على الطاقة دي بتاعت الشريك عشان تفضلوا في حب مستمر وفي مشاعر مستمرة، ويفضل الشريك متعلق بيكي لأقصى مدة في الحب. فعلي معايا الطاقة واستقبلي معايا طاقة الحب والشريك، وما تنسيش تعملي المتابعة علشان القراية، واكتبيلي في الكومنتات عشان أعرف إن القراية وصلت لك.